السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. النهاردة هنقضي بقى اليوم من اوله لاخره، هنشوف هنعمل ايه من اول كده ما نصحى من الصبح. اول حاجة زي ما انتوا عارفين انا مربية عصافير. اول حاجة كده بخش الاول افطرهم واغير لهم بقى المية وانضف لهم كده العش لو عايز يتنضف. تمام. زي ما انتوا شايفين، بصوا العصفور اول ما بيشوفني يقوم داخل لمراته يعرفها ان يعني في اكل هيتحط، ينادي عليها. تمام. هنا بقى كانت راقده على البيض زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم هي كذا مره تبيض، يعتبر هي ما طلعتش بقالها اكتر من سنه. يعني كل ما تبيض ما طلعتش الا هي مره واحده، وحتى العصفور بعد ما كبر طار مني. تمام. هبدا هنا زي ما انتوا شايفين اجيب بقى كده الاكل بتاعهم. طبعا الاكل بنجيبه يا اما من عند العطار يا اما من محل يكون بتاع عصافير واللي هو القطط والحاجات دي. تمام. طبعا الاكل كان فيه يعني بواقي كده لسه ما اتاكلش، فانا هبدا ازود يعني ايه حبه عليهم كده من فوق لغايه ما يخلصوا الاكل بتاعهم. اهو زي ما انتوا شايفين هحط كده على اللي هو القديم، بقلبه كده وبعد كده بحطه لهم بقى. اهو زي ما انتوا شايفين بقفل بقى عليهم كده الباب من بعد ما العصفور اللي هو ابنهم مطار، بقيت اقفل الباب بسلك الرباط. تمام. ده طبعا الطبق بقى بتاعهم التاني. هنبدأ برضو نحطه هنا بقى. نضفت لهم كده الايه الارضية بتاعتهم، وكانت فيها يعني حاجات كتير، بواقي اكل وكده. وطبعا ده قشر بياض هنا خلص عندهم، بس للاسف ما عنديش، فاما انزل هجيب لهم باذن الله. اهو مليت لهم الميه وكده خلاص. هما ايه بسيبهم بقى ياكلوا مع نفسهم. بعد كده بقى حضرت الفطار لنفسي. انا اليومين دول ماشيه على دايت، مش نظام معين. انا بقلل في الاكل ومنعت العيش اللي هو البلدي والفينو والكلام ده كله. بقيت اجيب دلوقتي عيش سن وبفطر بجبنه اللي هي الكريمي دي. عايزه اقول لكم ان هي مريحاني جدا، وخصوصا ان انا عندي القولون على طول تعبان من اي حاجه. دي يعني بفطر بيهم بيريحوني جدا طول النهار. وعايزه اقول لكم العيش السن كمان بيشبع جدا. تمام، بالذات لما بتشربي وراه ميه كتير. هنا بقى دي خلطة انا كنت جايباها من عند العطار. ده جنزبيل على قرفة. ودي الخلطة اللي انا جايباها من عند العطار، هو بيعملها لي واداني يعني زي كيس كده. ده عامل 120 جنيه. بحط يعني يعتبر نص معلقة على الكوباية. وهحط برضو شوية كده، يا اما احط مثلا شوية من الجنزبيل على اعمل ميكس يعني الاعشاب مع الجنزبيل او القرفه، يا اما اخد الاعشاب لوحدها. المره دي انا هاخد الاعشاب لوحدها. تمام. بعملها كوبايه كبيره كده. عايزه اقول لكم مفعولها جبار، بتنزل الدهون يعني بصراحه مش خساره فيها الفلوس. بسيبها لما تدفى كده وبعد كده بشربها. وان شاء الله بعد كده هقول لكم انا نزلت وزن قد ايه وفي فتره قد ايه اصلا. تعالوا بقى معايا نشوف هنعمل غدا ايه النهارده. طلعت كده فراخ. الفراخ دي انا كنت جايباها من السوق. هي عباره عن فراخ حشو. عايزه اقول لكم الفراخ دي حلوه جدا. انا لما جيت ذبحتها لقيت فيها بيض، يعني الفراخ دي كانت بتبيض اصلا. فانا لو كنت اعرف ان هي بتبيض انا ما كنتش ذبحتهم، وكنت ربيتهم عندي على الاقل يجيبوا لي البيض يعني في البيت. تمام. هنا بقى هعمل ايه؟ هعمل الخلطه اللي هنحطها في الفرخه. ممكن طبعا نعملها برز وممكن نعملها بفريك، بس انا هعملها برز. هقطع بصلايه حلوه كده قطع وسط. زي ما انتم شايفين كده، ما رضيتش اضربها في الكبه لان انا عايزه البصل يبقى باين فيها.
عايزه اقول لكم برضك الفراخ دي هي بتاخد سوا شويه، بس يعني عايزه اقول لكم الشوربه بتاعتها تحفه. هو الراجل قال لي دي فراخ حشو بس عاديه، الواحده كانت عامله حوالي 80 جنيه. بس عايزه اقول لكم طعمها ولا الشوربه بتاعتها عامله زي الفراخ البلدي بالظبط. هنا بقى قطعت البصل. هنبدا بقى نشغل العين كده. بعد كده بقى نجيب ايه، نحط ايه معلقه سمنه كده كويسه. هنا طبعا كنت لسه بجيب السمنه، نحط معلقه حلوه كده. عايزه اقول لك انا بحب اكتر، يعني اكتر حاجه بحب اعملها اللي هي الفراخ بالطريقه دي اللي هي الحشو. هنا بقى سبت البصله تدبل. هنبدا بقى نحط ايه، التوابل. اي توابل عندك حطيها، انا حطيت التوابل اللي كل اللي عندي لان انا بحب دايما الاكل يبقى متبهر كويس. اي توابل بقى، جوز الطيب، بهارات، كمون، فلفل، اللي عندك حطيه. في ناس كتير ما بتحبش الاكل يبقى فيه توابل كتير، كل واحد وحسب راحته. انا بشارككم اللي انا بعمله، انا ما بعلمش حد، انا بشارك اللي انا يعني بعمله كل يوم واكلي بحبه ازاي والكلام ده بس. هنا بقى هبدأ ايه، اسيبهم كده على النار، وبعد كده هجيب حوالي نص كوباية رز بس، مش اكتر من كده لان طبعا الرز بيزيد. وهبدأ اشوحه كويس عشان اما اجي احطه في الشوربة يستوي معايا يعني كويس في قلب الفرخة. تمام. هنبدأ بقى كده نجيب الرز ونبدأ نحشي الفرخة كده زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم ريحه الرز تحفه تحفه. سلام بقى، تقطعي الفرخه كده وتاكلي بقى الرز اللي جوه، يا مش عايزه اقول لكم. اهو زي ما انتوا شايفين. هنبدا بقى ايه، نحط اخر حبه كده، وبعد كده بقى نقفل الفرخه، نحط بقى الرجول بتاعتها كده. وبعد كده بجيب السكينه وببدا انغص كده الفرخه من عند الصدر عشان الرز يستوي كويس من جوه، ما يبقاش مستوي من بره، ومن الجزء اللي جوه ده ساعات بيبقى ني. فانا بجيب السكينه وببدا ايه اديلها كده ايه فتحات زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده عملت بقى ايه الشعريه، و حطيت بقى الرز. النهارده زي ما قلت لكم ان انا هعمل الفرخة جنبها حبة ملوخية وشوية رز، مش عايزة اكتر من كده. واحد مش مستحمل بقى ولا طبيخ ولا الكلام ده كله. تمام. بعد كده بقى هجيب ايه مكعب مرقة كده، وهنبدأ بقى نتبل الملح. انا مرضيش احط له توم لان انا عموما بحب احط ايه حبة توم كده مع الرز وهو بيتشوح، بس طبعا الملوخية هيبقى فيها توم فكده كتير، فكفاية يعني توم. هنبدأ بقى نشوحه كده كويس. بعد كده بقى نسقيه. للاسف بقى المقطع اللي هو بتاع الاكل بعد ما خلصته، طبعا حطيت الفرخه حطيتها في الفرن اتحمرت كده. وبعد كده ايه طبعا جيت اصور المقطع الاخير ده، للاسف اتحذف مني، فمش اشكال. تخيلوا انتوا بقى، اهو زي ما انتوا شايفين كده. نبدا بقى نسقي الرز من الكتل كده. احسن حاجه ان انت تسقي الرز الميه تكون سخنه، مش هياخد معاكي ثواني في السوا. نبدا بقى ايه سيبه لما يتشرب، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بعد كده بقى طبعا اتغدينا، وقعدت بقى اتفرج على اكتر قناة انا بحبها، ماسبيرو. عايزه اقول لكم انا بتفرج على القناة دي برجع بذكريات جميلة وبتخليني كده في مود. مش عايزه اقول لكم طبعا ده حمادة سلطان، الكل اكيد عارفه. اقعدوا قدام القناة دي، طبعا الناس اللي هي مواليد الثمانينات والتسعينات هيعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده. اقعدوا قدام القناة دي هترجعوا بذكريات حلوة جدا، وهتحسوا ان اليوم بتاعكم جميل جدا. بتجيب حبة مسلسلات وحاجات من ايام زمان تحفة. حبيت يعني اقول لكم على المقطع ده للناس اللي عاملة زي بتحبني دايما للحاجات زمان. اتمنى ان الفيديو عجبكم،
واقول لكم مع السلامه.